إيه بشرت عيالها إن شاء الله هالسنة بنضحي. كل سنة يلحونها الصغيرين، والأضحية عندهم عند الصغار ذولا يعني شيء عظيم، ما هي مثل عيالنا اللهم لك الحمد عادي عندنا كل يضحي، الأغلب مقتدر على أضحية. هذولك ما قد شافوا خروف داخل بيته، لا أضحية ولا غيره. فالحاصل الله يطول أعماركم، جاء يوم عرفة، ركب محمد وراح للقرية الثانية اللي تتبع لهم، هذه المحافظة اللي هم يتبعوا لها عفوا، أكبر منهم وفيها سوق غنم. كم جمع خلال الوقت هذا كله؟ 1500 جنيه سوداني. يعني تجيب الذبيحة اللي ما هي بطيبة لكنها تضحي. راح وشراها، يوم شراها استاجر هالكلونيت وحملها وربطوا الخروف بحلقه بحبل، وجوكم مروحين لديرته 20 كيلو تقريبا بينه. اراد الله سبحانه وبحمده يضرب كفر في الطريق، وقفوا عادي بيصلحون الكفر. يوم وقفت السياره الخروف تخلص من الحبل وهو يطب من الونيت ويروح يعدي. الحين الرجال صايم والخروف ركض، وهو الحلال احنا له 3 أشهر وهو يجمع المسكين حقه ويركض وراه وناش فريقه ويبس وجهه وحالته مباركه، وراها الخروف لين يامره الله لهنا مجموعة بيوت ويدخل في هاك البيت الخروف ما له باب. فرح صاحبنا محمد يحسب انه هالبيت مو مأهول ما فيها حد، قال زين دخل الحجر نفسه ابى امسكه. يوم قرب